اول ما اعلنت ايفون عن السلسله بتاعتها الجديده اللي هي ايفون 17 وايفون 17 برو ماكس، شاومي اتجننت وراحت منزله تليفون نسخاه بالظبط من تليفون ايفون 17 برو ماكس وسميته شاومي 17 برو ماكس. فتعالوا معانا نبص بصه على التليفون ده ونشوف العظمه اللي معموله فيه. للوهله الاولى وانت ماسك العلبه كده هتحس ان التليفون نازل من غير اي حاجه، بس على مين؟ دي شاومي حط لك كل محتويات التليفون في العلبه بتاعتها. العلبه سليم وكل حاجه، بس في الجزء اللي تحت ده حط لك المحتويات بتاعه التليفون. وانت مجرد ما بتفتح العلبه بتلاقي التليفون معاه الشاحن والكابل بتاع الشاحن والكتالوجات والحاجات اللي انت عارفها دي عامه. وبالمناسبه شاومي ما تنزلتش ان هي تحط لك سكرينه في الشاشه، سواء في الشاشه الاساسيه او الشاشه الثانويه، وده هيدخلنا على التصميم بتاع التليفون. والتصميم بتاع التليفون زي ما احنا شايفينه كده تحسوا انه تصميم منسوخ بالظبط من ايفون 17 برو ماكس. بس المفاجأة ان شاومي حطها لك في الجزء المستطيل بتاع الكاميرات شاشة، ومش اي شاشة حطها لك اللي هو اي شاشة والسلام كده تقضي الغرض، لا حطها لك شاشة محترمة جدا، شاشة من نوع LTPO AMOLED بحجم 2.9 انش وبسطوع بيوصل ل 3500 نتس. لا وخد الكبيرة بقى، معدل تحديث من 1 لحد 120 هرتز عشان طبعا استهلاك البطارية، فعلى حسب الاستهلاك بتاعك بيديك الهرتز بتاع الشاشة. فانت معاك حرفيا شاشة اساسية في ظهر التليفون. فبصراحة شاومي المرة دي بتعمل عظمة يعني. والتليفون ده معاه شهادة ان هو مقاوم للمية والغبار بمعيار IP68. المفاجأة هنا كمان ان هم بيقولوا لك انزل بيه في المية لحد 6 متر تحت المية لمدة نص ساعة، مش 2 متر او 3 متر، لحد 6 متر. فحاجة رهيبة. وزن التليفون بقى حوالي 219 جرام، يعني مش وزن تقيل على كل اللي هم عاملينه في التليفون ده. ندخل بقى على الشاشة دي جاية من نوع AMOLED بحجم 6.9 انش وبتردد 120 هرتز، وطبعا بتدعم ال HDR10 بلس، وعليها طبقة حماية من شاومي وهي دراجون كريستال جلاس 3، يعني طبقة حماية قوية جدا على الشاشة بتاعت التليفون ده. والجميل بقى استغلال مساحة الشاشة في التليفون، يعني تكاد تكون الشاشة واخدة التليفون كله، مفيش حواف. لو انت بصيت على الحواف بتاع التليفون مش هتلاقي حواف، يعني مش هتشوفها بالعين المجردة. فاستغلال رهيب فعلا من شركة شاومي للمساحات بتاعت التليفون، ان هي فضتها خالص او ان هي خلت الحواف تكاد تكون معدومة يعني. وده هيخلي تجربة المشاهدة بتاعت التليفون ده تجربة ممتازة جدا معاك. الصوت بتاع التليفون ده صوت رهيب جدا لان هو بيدعم الدولبي اتموس، وطبعا الصوت ستيريو سبيكر، فهتاخد تجربة مشاهدة ممتعة جدا، وبرضه تجربة العاب رهيبة لان الاداء بتاع التليفون ده مش طبيعي. جاي باحدث معالج موجود في السوق من شركة كوالكوم، وهو معالج سناب دراجون 8 إليت جين 5. ده يعتبر احدث معالج موجود في العالم، وده بتكنولوجيا 3 نانومتر. فانت هتاخد تجربة العاب ممتازة، يعني ما تحاولش بقى تقول تجربة الاداء او تجربة الالعاب عاملة ازاي في التليفون ده، لا تجربة ممتازة جدا مفيش فيها اي كلام. طب هل بقى التليفون بيسخن؟ التليفون بيسخن معاك. مفيش اي تليفون هتجيبه هقول لك التليفون مش بيسخن، كل التليفونات بتسخن بس بدرجات. فانت لما تضغط على التليفون ده جامد هيسخن معاك وهتحس بالسخونة بتاعته، بس السخونة بتاعته مش اللي هي برضو هتأذي التليفون، لا السخونة عادية جدا يعني، او السخونة الطبيعية اللي بتطلع مع الضغط الشديد على التليفون. البطارية بقى في التليفون ده بحجم 7900 ملي امبير، وبتدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، والشاحن طبعا موجود في العلبة زي ما شفنا في الاول. وكمان بتدعم الشاحن اللاسلكي بقوة 50 واط، والشاحن العكسي بقوة 22.5 واط. لحد الان التليفون بصراحة ممتاز جدا في كل حاجة. نخش بقى على نقطة الكاميرات. التليفون ده فيه 3 كاميرات في الخلف. اول كاميرا معانا 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.7، ودي الكاميرا الاساسية، وطبعا فيها مثبت بصري حقيقي OIS، وكاميرا ممتازة جدا. تاني كاميرا معانا 50 ميجا بكسل برضو بفتحة عدسة 2.6، دي كاميرا تيلي فوتو لحد 5 اكس زوم بالريزوليوشن الاساسيه بتاعه الكاميرا. تالت كاميرا معانا برضو 50 ميجا بكسل، ودي كاميرا الترا وايد، دي بحجم 2.4، دي بفتحه عدسه 2.4. وطبعا الكاميرا السيلفي 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2. بصراحه الكاميرات في التليفون ده ممتازه جدا، سواء الكاميرا الاساسيه او الكاميرا التيلي فوتو، بس الكاميرا الالترا وايد مش هتاخد منها احسن صوره، تحس ان هي كاميرا من الكاميرات العاديه. بس الكاميرات التانيين ممتازين جدا، تشبع الالوان بتاعها مش طبيعي، دايناميك رينج مظبوط. لو انت كنت كرييتور هتلاقي
التليفون ده هيغنيك عن الكاميرا بتاعتك، لان كمان في الفيديوهات بتصور لحد 8K ب 30 فريم في الثانيه، وبتصور 4K لحد 120 فريم في الثانيه. فالتليفون بصراحه ممتاز جدا. ومش هكلمك بقى عن الكاميرا السيلفي، لان انت ممكن تستخدم الكاميرات الخلفيه ككاميرا سيلفي، ان انت تشغل الشاشه اللي ورا دي وتاخد كاميرا سيلفي بالكاميرات الخلفيه. فانت معاك تليفون بصراحه مش طبيعي. ده بعيد عن ان الكاميرا السيلفي ممتازه برضه، بس انت ليه تاخد صوره بالكاميرا السيلفي وانت اصلا ممكن تاخد صوره بالكاميرا الاساسيه؟ فالفكره بصراحه ممتازه، وانا شايف ان المفروض معظم الشركات او كل الشركات تفكر ان هي تطبقها في تليفوناتها في الاصدارات اللي جايه. ولو كلمتكم انتوا تقدروا تعملوا ايه بالشاشه اللي ورا دي؟ لا، حاجات كتير جدا. دي مش مجرد شاشه تعرض صوره او وقت او تاريخ الكلام ده كله، لا، شاشه زي الشاشه الاساسيه بالظبط، تقدر تعمل فيها كل حاجه، وتقدر تغير الخلفيه بتاعتها كمان لاي خلفيه انت عايزها. ولو كلمتكم عن الشاشه الخلفيه دي، فانا عايز اقول لكم ان دي محتاجه فيديو لوحده بصراحه. الشاشه دي مش بس تشوف منها التاريخ والوقت ومين بيتصل والكلام ده كله، لا، الشاشه دي شاشه حقيقيه تانية معاك، تقدر تغير الخلفيه كمان لاي خلفيه انت عاوزها، تقدر تتحكم في كل حاجه من خلال الشاشه اللي ورا دي. مش محتاج ان انت تبص على الشاشه الاساسيه لو انت قالب التليفون على الشاشه. بالنسبه بقى للمستشعرات والاي ار والحاجات دي كلها، التليفون بيدعم جميع المستشعرات، وبيدعم الاي ار، وطبعا بيدعم ال NFC. نيجي بقى لاهم نقطه في الفيديو، وهي السعر. هل التليفون ده قيمه مقابل سعر؟ بص، هو التليفون ده ما نزلش غير في الصين، ولما ينزل منه نسخه جلوبال هتلاقي الاسعار دي زادت سيكا. بس الاسعار المعلنه دلوقتي هي ل3 نسخ. اول نسخه معانا وهي 512 مع 12 جيجا رام، ودي عامله $840. تاني نسخه معانا وهي 512 مع 16 جيجا رام، ودي عامله $885. وتالت نسخه معانا وهي 1 تيرا مع 16 جيجا رام، ودي عامله $980، يعني حوالي $1000. فانا بصراحه شايف التليفون ده قيمه مقابل سعر جدا جدا جدا، وشايف ان سعره مظبوط جدا على الامكانيات بتاعته. كده اكون وصلت معاكم لاخر الفيديو. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.